البقاء والدوام لله ونعم بالله. قلنا ايه اللي حصل مع حماية؟ قتلوها المجرمين، قتلوها عذاب في جسمه. ابوس رجلك وجيبوها. كان دي عيلة يتيمة، كان بيعذبها ازاي؟ ابوها متوفي وهي اللي رايحة مسامير. تمام. وبعدين راح تقعد فاتمنت عشان تمشي. عملت لها ونت فاتمنت. صغيرة عندها 7 شهور والتانية عندها 2 سنين. كده خاف على العيال. كانت خايفة على العيال وتقول لها يا ماما انا هقعد مع عيالي. الأهلية وزوج ينهي حياة زوجته. معاها التسجيلات لغايه دلوقتي. تعذيبه ليها قبل واقعة القتل من 35 يوم. الجيران فين واهله فين؟ بيخشوا يحشوا من ينزل فيهم شتيم. انا صباحتها السبت راح المستشفى، كان الجمعه موت فيها، كان موت فيها بالجمعه. انها بتنزل دم نايمه على جيزه وعينها بتنزل دم، دموع دم. وشفنا المركزه كانت الخشب جنب الخشب. قعدت 4 أيام في المستشفى وتوفت. اول صحتها وبصحتها. ولا عايزه حاجه. انت كنت فين وعرفتي ازاي يوم بيها؟ الواقع انا كنت في بيتي في الجوز. انا وانا ماشيه الناس يقولوا لي غزات بمطوه. اتبني لما هي نزل عليها ميه ساقعه جلطت عمل تجلط وطا وصرخها. والكفار خايفين ان هم يخشوا ينقذوها. الكفار ما هو شارع بيئه، شارع وسخ، بس هو راح للشارع ده عشان ان الشارع ده ضرب وتعدي. ماشي. اول ما قالوا لي طلعت جاري. رحتي بقى على المستشفى. شفتي ايه بقى في بنت اخوكي؟ بنت انت مربياها دماغها ديت مفتوح. والله مفتوحه. كانوا بيركبوا لها بامبرز في دماغها عشان يوقفوا. تجيب دم، الدموع دم. كنوع من انواع العقاب عشان ما سمعتش كلامه ولا نزلت اتسولت. ايوه. ولا جابت له فلوس. هي اتسولت مره واتنين. امه بتضرب فيها كل يوم برضه. بتقعد وتطلع تقول له لا مش انت بتطالبي عايزه بيه؟ بنتين يتبقى. 19 سنه. انا ما كانش على مشاهدينا المتابعين في كل مكان، يعني جريمة قتل بشعة بتشهدها قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز عجب محافظة الدهلية، وزوج ينهي حياة. حرفة رجلي. لا كلهم متنا في النازل يا ايمان، في النازل يا ايمان. انت كنت شايفه ان هي متغيره او ايوه خيس بس ما جالتش اللي ما نعرفش المخدرات اللي ما ضربها. قعد من يوم الجمعه لغايه يوم الخميس والجمعه يضرب فيها مواد على اساس ان تجيب له فلوس عشان ياخد المخدرات. هو ما بيشتغلش من يوم ما خده، من يوم ما خدته ما بيشتغلش. المهم اصروا علينا قالوا ده بنتكم في المستشفى. رحت اشوفها ما لقيتش ايمان. ايمان راحت في العنايه المركزه يا دكتور. حضرتك كانت متجوزه بشخص تاني. ايوه. يعني هي مش عايشه مع انا عمة ايمان. واخويا متوفي بقاله اكتر من 15 سنه، سايب عياله صغيرين، بنتين وولد. امهم تزوجت بشخص تاني وكانوا يعرفوا بعض، كانوا جيران. هو من البلد هنا. وفي كل يوم البنت في صحتها في النازل، مالك يا ايمان؟ تقول لي عشان ما فيش يا عمتي، عشان بيخليني اروح اشحت واروح الف في البلاد اشحت له. رجليها شغاله فيها كهرباء والحمام بره الدش شغال عليها ضرب وتصرف. يعني هي كانت معوداه ان هي اللي بتصرف على البيت. هي اللي بتصرف على البيت. يعني هو ما فيش آلة تانية. قالت لها اتطلقي يا بنتي، واحنا قلنا لها اتطلقي وتبنى ومشي. فضلت يعني عايشه استحملت عشان ولادها. فكانت ست اصيله. راضيه والله، راضيه وساكته. يعني لو ما كانتش راضيه وساكته كنا هنقول ماشي خلاص انت راضيه يا ايمان؟ قالت انا راضيه. يا بنت ده بيبهدلني، هتجوزك 6 سنين. قالت لا انا عشان بنات. بنت بترضع عندها 6 شهور ولا 7 والتانية عندها 2 سنين دلوقتي. روحتها بلاش حد معايا. يا ريت لو كنت روحتك يا ايمان. هي ما كانتش عايزه تروح. هي ما كانتش عايزه تروح بس خدها غصب الله عنك. ما تروحش يا ايمان. بس تكسير في البيبان وياخدها قال هاخدها وانتوا عشان خاطر سيبني هعالجها باخدها. تعبانه
حرام منك لله، ابعد عني. كانت بقى شكلها عامل ازاي في الايام الاخيره؟ كداب، ما اعرفش انك اسمك وحش اللي فات بقى. عرفتي بقى خبر وفاة بنتك ازاي وخبر تعذيبها؟ اتصلوا عليا قالوا تعالي بنتك تعبانه في المستشفى، ما قالوش لي تعبانه روح. انا قدام سحمي، حتى بنتها صغيره، البنت الصغيره ما رحمهاش وقال لها اسيب بنتي مرات عشان بنتها قاعده تحبي، وراحت جايه على بطن امها وهي ميته، وراحت مطلعه صدر امها قاعده ترضع والدم عم غرق صدرها، وراحت نايمه وغمضت عينها وهي نايمه، امها ميته، البنت لسه على بطن امها، بنت صغننه كده اهو. انا عايزه تتحول للنبي العام والدنيا كلها تتكلم. الكلمه ديت لازم الكل يتكلم فيها يا باشا، انا مش عايزه حد يتكلم عن كده. دي عيانه ضعيفه ملهاش حد الا ربنا. يعني انتوا بتطالبوا، انتوا دخلتي شفتيها في العنايه المركزه؟ انا رحت في العنايه المركزه خلصانه عشان قلبي يبرد. عايزه قلبي يبرد بالله عليكم. انا ما رحت قلبي يبرد بالله عليكم. عايزه قلبي يبرد الباب عشان خاطري بالله عليكم. بنتي راحت مني بالله عليكم.